انغام عبد رب يا فندم. في سايح انجليزي قدم بلاغ في شركتك وقال ان موظف عندك في الشركه اسمه ماهر اداله بسعر السوق السوداء 18000 يورو والفلوس المصري طلعت مزوره. طب حضرتك هو انا مالي بالكلام ده؟ انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. ايوه بس ماهر اللي قال ان انت اديتي له فلوس مزيفه. انا عملت كده يا ماهر؟ ايوه انت اللي قلتي لي اعمل كده، ودي مش اول مره. يا شيخه حرام عليك، عايزين اشيلها لوحدي ليه؟ ولا انت يعني عشان بنت الناس وايديهم طايله؟ وانا راجل غلبان. ده راجل كذاب. انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده حضرتك، انا ماليش دعوه. لو سمحت انا موبايلي فاصل، معلش عايزه بس اكلم بابا. ممكن بعد اذنك توصلني بيه بعد اذنك؟ الو. ايوه يا انغام. ايه؟ انت بتقولي ايه؟ انت فين؟ طب انا جاي لك حالا. ايه في يا اخويا؟ في يا عبد رب؟ انغام انت كويسه يا حبيبتي؟ انا ما عملتش حاجه والله يا بابا، مش عارفه ما حاجه. تخافيش ما تخافيش حاجه. خير يا بنت اطمني. اطمن يا حاج عطوة، الاستاذه انغام هتروح معاكم، وكيل النيابه هيخلي سبيلها بضمان محل اقامتها، خصوصا ان ما لقوش اي فلوس مزيفه في الشركه. الواد اللي شغال معاكي قال كده ليه؟ ما اعرفش. ما انت عارف يا عبد رب، انغام طول عمرها محترمه وغلبانه. تلاقي الواد اللي منه لله ده بيستخدم اسمها في الشغل الشمالي اللي بيعمله. ايه اللي حصل يا عمي؟ مالها انغام؟ طمني. لا 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 مفيش حاجه خالص، ده سوء تفاهم بسيط. عرفت منين؟ هستأذنك يا عمي بس عايزك دقيقة كده على جنب. ايه؟ هو كده يا عمي، أنا اللي أحبه يفضل تحت عيني على طول عشان أعرف أخد بالي منه كويس. وكويس إن أنت جبته محامي بسرعة عشان تعرف تلم الموضوع. أنا عايزك يا عمي تتكلم مع أنغام، تعقلها كده، تخليها أذكى وألطف. وبالنسبة للواد الموظف اللي عندها ده ما تقلقش منه خالص. أنا أعرف أخليه يقول إنه ملهاش علاقة بالفلوس زي ما قال إنه ليها. والله طب وبعدين يا علي؟ بابا رجع من السفر وانت قلت انت هتجيب مامتك وتيجي وتقدمه تاني. انا عرفته انت هتيجي الاسبوع اللي فات وانت اعتذرت. هو اصلا مش طايق الموضوع وانا خايفه يقفل منه. انا ما قلتش ان انا مش جاي، انا بس محتاج شويه وقت اظبط فيها ظروفي. بابا ما اظنش هيستنى اكتر من كده. وبعدين انا اقنعته بالعافيه ان هو يقعد معاك تاني. انا شايفه ان الصح يا علي ان انت تجيب مامتك وتيجوا تقدموا لي في اسرع وقت. وخلي بالك بابا لو ما اقتنعش هتبقى مشكله. ما تخافيش يا حبيبتي، المره دي لما اجي ومعاه والدتي ان شاء الله هعرف اقنعه.